النهاردة بنتكلم عن التسويق الرياضي. التسويق عموما هو أحد أهم الأنشطة الرئيسية والمهمة جدا لأي مؤسسة، سواء كانت مؤسسة رياضية أو غير رياضية. وبالطبع فهتبقى خطة التسويق الرئيسية هي أولى الخطط اللي يجب أن تبدأ بها المنشأة وعشان تخطط لباقي الأنشطة داخل الهيئة أو المؤسسة. يعني التسويق هو اللي بيقود المؤسسة إداريا. فهنا بتصبح الحاجة ضرورية إلى قيام النشاط على أسس وقواعد علمية سليمة. يعني لازم نعرف إيه التسويق الرياضي ده، أو لازم نعرف إيه التسويق عموما بشكل علمي. التسويق هو استطلاع الرأي. التسويق هو معرفة الاتجاهات السائدة في السوق. فأنت أما بتعرف الاتجاهات السائدة في السوق وبتعمل استطلاع رأي، بتقدر أنت كمؤسسة رياضية توجه المنتجات أو توجه الخدمات الرياضية في اتجاه واحد مع هذه الاتجاهات. يعني التسويق الرياضي أنت بتعرف المستهلك الرياضي عايز إيه وبتديهوله، بتوفره له في المكان والزمان المناسبين. تمام كده؟ يبقى احنا عرفنا التسويق الرياضي زي ما عرفنا أي تسويق قبل كده. طبعا لو حد عايز يستفيد بالنسبة للتسويق عموما ومراحل التسويق وتطورها، احنا حاطين الكلام ده في أكتر من حاجة على اليوتيوب يعني. طيب ايه أهمية التسويق الرياضي؟ أهمية التسويق الرياضي إن هو يخليك ترتقي بمستوى الأنشطة الرياضية ومجالات التربية البدنية. هترتقي بالرياضة ككل. يعني احنا قلنا اما تحب تعرف مدى تقدم المجتمع هتقيسه بمدى تقدم وانتشار الرياضة فيه. طب نقيس مدى انتشار الرياضة في هذا المجتمع ازاي؟ قلنا ب6 حاجات: فلسفة المجتمع الرياضية او نظرة المجتمع نحو الرياضة هي ازاي، شايفها ازاي. 2 الاعلام الرياضي، التشريع الرياضي، التمويل الرياضي، الاستثمار الرياضي، التسويق الرياضي. ال6 حاجات دول نرتبهم زي ما ترتبهم، واخد بالك، مش هنختلف عليهم، بس لازم هم هيبدأوا بإيه؟ بالنظرة الشاملة أو فلسفة المجتمع باتجاه الرياضة. يبقى احنا عارفين الكلام ده كويس. فلسفة الرياضة أو المجتمع بيسعى إلى الارتقاء بمستوى الأنشطة الرياضية. يبقى هيجيب وسيلة، مش هيلاقي وسيلة إلا وسيلة التسويق الرياضي. دي اللي هتجذب اهتمام الجمهور نحو ممارسة الرياضة. دي اللي هتوضح للجمهور أو للمجتمع قيمة الرياضة بالنسبة للإنسان. هتعزز دور الرياضة، هتدعمها لغاية لما تبقى أسلوب حياة. كل ده يتحقق في الرياضة للجميع. واحد يقول لي طب ما الرياضة للجميع تبقى ده المفهوم، أقول له لا. إلى جانب ده ممكن إن أنت الرياضة تبقى صناعة وتحقق ربح وعائد مادي كبير. وأنا قلت قبل كده إن أي مستثمر عايز يستثمر فلوسه على مستوى العالم بيلاقي أول حاجة بتجيب الفلوس أو بتجيب الربح تجارة السلاح، 2 الدعارة، 3 الرياضة، 4 المخدرات، 5 الأدوية. دول أكتر حاجة بتجيب ربح على مستوى العالم. طب أنت عندك 3 شمال، يبقى اللي باقي لك اللي هو اليمين أو السليم اللي هتشتغل فيه إيه؟ الرياضة والأدوية. يبقى الرياضة المجال الأول على مستوى العالم عشان تعمل استثمار فيه ويحقق لك ربح أو عائد يبقى كويس. يبقى الرياضة أسلوب حياة، والرياضة صناعة وتجارة وحرفة ممكن ان هي تجيب ارباح كبيرة وتدعم الاقتصاد الوطني. يكفي ان انا اقول لك ان الدوري العام الانجليزي اللي هو البريمير ليج في بريطانيا بيدخل للحكومة البريطانية 3.6 بليون دولار سنويا. نقول اكتر من كده، البريمير ليج بيساهم في الاقتصاد البريطاني بمقدار 3.6 بليون دولار أمريكي سنويا. يبقى هي صناعة ولا مش صناعة؟ صناعة. إنما هي إزاي تدار هو ده الخلاف عليه. تمام كده؟ طيب إحنا دلوقتي
بنقول ان التسويق مهم جدا. هل التسويق لوحده؟ لا، ده احنا قلنا احنا عشان تعرف انتشار الرياضة عايز الست حاجات. قلنا فلسفة الرياضة، قلنا التشريع الرياضي، 3 الاعلام الرياضي. ايه دور الاعلام في التسويق الرياضي؟ الحضور الجماهيري للمباريات الرياضية والمناسبات الرياضية، سواء من خلال الملعب او من خلال التلفزيون او حتى من خلال وسائل الاعلام الاخرى زي الصحافة والاذاعة ووسائل الترويج الاجتماعي او وسائل التواصل الاجتماعي. ده خلى كتير من رجال الاعمال، خلى كتير من الشركات التجارية والصناعية ان هي تستفيد من المجال الرياضي. ولذلك الرياضة قفزت قفزات واسعة خلال العقود الأخيرة في مجال الدعاية والتسويق. اتنوعت الأساليب، تطورت الوسائل العلمية في الرياضة، ده كان له أثر كبير في المسيرة الرياضية. انت النهاردة عمرك بتشوف مدحت شلبي أو بتشوف شوبير أو بتشوف أي برنامج رياضي وهو بينقل لك مباراة كرة القدم في الدوري المحلي إلا ما وراه الراعي الرسمي، أي نعم ما بينطقهاش إنما حاطينها وراهم. ليه؟ لأن الشركات التجارية والصناعية وجدت إن أفضل وسيلة إعلانية هي من خلال الإعلام الرياضي. ولقت إن ارتباط المنتجات التجارية بالرياضيين المشهورين أو الأندية المشهورة له تأثير أكبر بكتير من الوسائل الإعلامية التقليدية. ودي أنت شفت النجوم زي أبو تريكة، زي بركات، زي محمود الخطيب، زي عماد متعب، زي هنجيب كتير قوي، الكابتن حسن شحاتة، الكابتن فاروق جعفر. ده من زمان يعني، حتى من واحنا صغيرين كان بيجي اعلان اللي هو انجرام ده معجون حلاقة، وكان بيجيب الكابتن حسن شحاتة، الكابتن فاروق جعفر من الزمالك، وكان بيجيب الكابتن طاهر الشيخ والكابتن محمود الخطيب من الاهلي. يعني الكلام اللي انا بقوله مش من النهارده، ده مر عليه اكتر من 40 سنة في اللي احنا بنقوله ده، من بعد نهاية ستينات القرن الماضي. فأصبح الإعلام الرياضي له دوره المؤثر والصانع للربح في الشركات التجارية والصناعية، لأنه بيرسخ في عقول الجماهير إيه الفكرة لمدة أطول بتاعة الإعلام. هتيجي تبص هتلاقي الوسائل الإعلامية المحلية المختلفة بتلجأ ل إن هي تدخل في الرياضة، لكن لغاية الآن الإعلام الرياضي مش قايم بالدور الحقيقي والمهم في جذب الشركات التجارية والشركات الصناعية. يعني لغاية الآن بتلاقي الإعلام بيتحفظ في كتير من الأحيان عن إنه يذكر اسم الشركة الراعية أو الشركة المسوقة، وده غلط. هي دفع فلوس عشان يتقال اسمها وعشان يبان اللوجو بتاعها أو الشعار بتاعها، وده بيخلي كتير من الشركات إن هي تبعد عن السوق الرياضي وبتبعد عن دعم الاتحادات والأندية واللاعبين الرياضيين. طيب ايه المؤسسات الرياضية اللي احنا نقدر نشتغل عليها؟ احنا عندنا بالنسبة لأنماط المؤسسات عموما 4 مؤسسات. عندنا نمط تقليدي، عندنا نمط ميكانيكي، عندنا نمط عضوي، عندنا نمط مختلط. يعني ايه النمط التقليدي ده؟ من المؤسسات اللي هو بيتميز بالمركزية في الأداء والسياسات، يعني كل حاجة في ايد الإدارة، وبتقل فيه السلطة والمسؤولية كلما اتجهنا نحو قاعدات التنظيم. لو احنا بنقول ان في تنظيم هرمي للإدارة زي ما كله في دارس إدارة، انت في النمط التقليدي كل ما وصلت للقاعدة وبعدت عن القمة بتلاقي السلطة فيه بتميع، ملوش سلطة وبالتالي ملوش مسؤولية. الكلام كله هيبقى فين؟ فوق، هيستنوا فوق زي ما انت تستنى كل حاجة تيجي من القاهرة. النمط ده بيرتبط بالمؤسسات الصغيرة اللي هي ذات قاعدة معلومات بسيطة. ده النمط التقليدي. يعني انت مثلا ممكن تلاقيها في مركز شباب، في حاجات زي كده ما تزيدش. النمط الميكانيكي ده بيختلف عن النمط السابق في ان ايه؟ هو اسمه ميكانيكي ليه؟ لان بتقل فيه المركزية، بيرتبط بزيادة المسؤوليات على المستويات المختلفة من الإدارة، فبيخول سلطة اللي هي الديليجيشن اوثوريتي. كل ما نزل لتحت بيدي لك تفويض 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 تفويض، فبتوصل السلطة من الخدمة للقاع.
ده النمط الميكانيكي، فده بيدي حرية أكبر للعاملين كلما اتجهنا نحو قاعدة التنظيم. في النمط ده بتلاقي بتشترك أكتر من إدارة في نفس العمل، أكتر من إدارة في نفس الإنجاز. النمط ده بيرتبط بإيه بقى؟ طالما إنه متشابك كده هيرتبط بالمؤسسات كبيرة الحجم، ولكن البناء التنظيمي بتاعها ما زال بسيط. تمام؟ يعني ممكن مؤسسات كبيرة الحجم زي بعض الأندية بتلاقي البناء التنظيمي فيها بسيط وواضح وسهل خالص. النمط العضوي بيعتبر هذا النمط كالجسم البشري، لازم يبقى فيه تناسب بين التقسيم الهرمي للسلطة والتنظيم البنائي. تمام؟ يعني التقسيم الهرمي عندنا إدارة عليا، عندنا إدارة تنفيذية من مدير الإدارة التنفيذية وتحتيه الإدارة التنفيذية على مستويين ولا 3. كل ده بتحط فيه أو بتسكن أو بتهيكل بشكل صح عشان يقدر يقوم بالوظائف. ده اللي هو التناسب بين التقسيم الهرمي والتنظيم البنائي. بيتم تنسيق كافة الأعمال بين كافة أجزاء المؤسسة. ليه؟ لأن مفيش واحد هيبقى محطوط ملوش وظيفة. ده ميزة التنظيم أو النمط العضوي. ولازم ما يكونش فيه تضارب في الاختصاصات، كل واحد ملوش إلا مدير واحد. ده بتلاقيه في المؤسسات صغيرة الحجم ولكن معقدة التركيب. يعني مؤسسة صغيرة في الحجم صحيح، ولكن النشاط بتاعها ايه؟ عالي. نيجي على النمط الرابع او النمط المختلط. ده بيتناسب هذا النمط مع المؤسسات الكبرى، سواء كانت مؤسسات حكومية او كانت استثمارية. ليه؟ لانها عالية التعقيد وكبيرة الحجم، وإذا هي بذلك بتجمع بين النمط العضوي والنمط الميكانيكي. في بعض العلماء بيقول ان كل من النمط التقليدي والميكانيكي اللي هم البساط دول بيتناسبوا في الاداء مع البيئة المستقرة والثابتة، زي البيئة محدودة التغيير. زي ما قلنا ممكن نحطها على ايه؟ على الوحدات الشبابية الصغيرة اللي هي زي مراكز الشباب او الاندية الصغيرة. مثال ذلك الأندية الصحية الخاصة، أندية الشركات، أندية الهيئات. دي بتبقى أندية صغيرة، فده ينفع لأن هي مستقرة بسبب استقرار سياسة الشركة أو المؤسسة أو المستشفى اللي هي فيه. النمط العضوي والنمط المختلط بيكونوا صالحين في البيئة المتغيرة، بمعنى آخر اللي بتتطلب تفاعل المؤسسة الرياضية مع المجتمع مع الجمهور. دي هتبقى في الأندية، وبالذات الأندية الكبيرة زي الأندية الشعبية، زي الأهلي، زي الزمالك، زي اتحاد اسكندرية، زي المنصورة، زي المصري. كل الأندية الكبيرة بتاعتنا هيبقى مطلوب منها إن هي البيئة بتاعتها ديناميكية، لأن هي إيه؟ أندية جماهيرية، فهيبقى في تفاعل وهات وخد. فلازم يكون البناء التنظيمي كبير ومستقر برضه. هينفع في اتحادات الكورة، في الاتحادات الرياضية، لأن الاتحادات الرياضية بتتعامل أو بتقوم بتحمل مسؤولية اللعبة على مستوى القطر كله. فهتشتغل مع دلوقتي 27 ولا 29 محافظة، لما نضم جنوب سيناء وشمال سيناء يبقى أنت عندك 29 محافظة. فلازم إن هي تكون النمط مش نمط تقليدي ولا نمط ميكانيكي، هيبقى نمط مختلط أو نمط معقد. يبقى احنا قسمنا كده أنماط المؤسسة الرياضية وعرفنا هي تتقسم ازاي. هتتقسم بمدى كبر المؤسسة، بمدى تعاملها وتفاعلها مع الجماهير ومع الهيئات الأخرى أو الأطراف الأخرى في اللعبة الرياضية اللي بتقوم بها. تمام؟ كده احنا هنكتفي بالقدر ده، وإن شاء الله هنكلمكم على مفهوم المنظمات الغير هادفة للربح، عشان نبين لكم هل الرياضة رياضة تمارس بس كده، ولا هي رياضة ممكن ان هي تمارس والجميع يمارسها وتبقى اسلوب حياة، وفي نفس الوقت تبقى صناعة وتجارة. نشوفكم على خير ان شاء الله.